ازيكم النهارده عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده بسبوسه الشارع، بسبوسه الميه، البسبوسه الاقتصاديه. مكوناتها بسيطه جدا وسهله جدا، عباره عن كوبايه من الميه، كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، واربع كوبايات من دقيق البسبوسه. مكوناتها النهارده موجوده في كل بيت، بس مش حابب افكرك لو انت اول مره تشوفني. انا محمد عبد الجليل ودي قناتي. لو اول مره تشوفني اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقاتنا دايما مميزه. بنبدأ بالمية، ونضيف كوباية الزيت، كوباية مية، كوباية زيت، وكوباية سكر، أي نوع سكر موجود عندك. وببدأ أضرب كل المكونات دي، كوباية الزيت، كوباية المية، كوباية السكر، بالهاند بلندر، بالمضرب الكهربائي، بإيدك، في الخلاط، بأي شكل من الأشكال، مفيش مشكلة. المهم إن السكر عندي يدوب. بعد ما داب معايا السكر مع الميه مع الزيت، انا بضيف ل4 كوبايات دقيق البسبوسه، اي نوع دقيق بسبوسه عندكم، سواء كان خشن او ناعم او متوسط. انا دايما كنت بنصحكم بالنوع المتوسط، لكن في الوصفه بتاعتنا النهارده اي نوع. وصفتنا النهارده ما بتحتاجش اي نوع من انواع البيكنج باودر او الفانيليا او اي محسنات طعم. احنا بنضيف ل4 كوبايات الدقيق. وبعد كده بخلط المكونات دي مع بعضها، بعجنها كويس قوي. لو انت حابه تضيفي زبده ضيفي زبده، مفيش مشكله، بس احنا حبيت استخدم الزيت عشان الناس اللي ما عندهمش زبده او ما عندهمش سمنه او عايزين يوفروا ويجربوها بالطريقه دي. عندي صينيه انا هدهنها زيت، ادهن الصينيه بتاعتي زيت. حابه تدهنيها برضو زبده سمنه مفيش مشكله، بس انا حبيت استخدم الزيت عشان نجرب الطريقه الاقتصاديه، طريقه الشوارع او طريقه بسبوسه الميه، نجربها مع بعض بالشكل ده. واروح نازل بالخليط بتاعي في قلب الصينيه. ويفضل انكم تسيبوها حوالي نص ساعة تتخمر، لان كل ما البسبوسة اتخمرت وريحت معايا بتديني نتيجة افضل. البسبوسة كل ما تتخمر كل ما بتديني نتيجة افضل. انا دلوقتي هحطها في التلاجة لحد ما اجهز السيرم، وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة ل 45 دقيقة. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. اخدت مني حوالي 35 دقيقة 40 دقيقة بالظبط. هنسقيها بالعسل زي ما قلنا، العسل بتاعها بيبقى خفيف، عبارة عن 4 كوبايات من المية وكوبايتين من السكر، وبنبدأ نسقيها بالعسل مباشرة. يبقى هو عندنا البسبوسة سخنة والعسل بيبقى دافي. بعد ما سقيناها بالعسل بنسيبها حوالي نص ساعة تتشرب كل كمية العسل اللي اتحطت عليها، لأن هي معروف إن البسبوسة بتاخد كمية عسل كتير. وهنقطعها مع بعض وهنشوفها مع بعض، لأن زي ما قلت لكم أول مرة أعمل البسبوسة دي أو الوصفة دي، فهنشوف نتيجتها إيه. فخليكم معايا